أهلا بكم. هذا الملخص تم إعداده بواسطة GPT-4 AR. اليوم سنتناول فكرة من أهم الأفكار في عالم التكنولوجيا حاليا، وهي أن مستقبل الذكاء الاصطناعي قد لا يكون في استبدال البشر، بل في العمل جنبا إلى جنب معهم. سنتحدث عن شراكة قوية جدا تعرف باسم Human in the Loop. حسناً، لنبدأ من نقطة البداية، من المعضلة الأساسية. على الرغم من كل التطور الهائل اللي نشهده، الاعتماد الكلي على أنظمة الذكاء الاصطناعي له حدود واضحة جداً، خصوصاً لما تكون المخاطر عالية، وهذا يضعنا أمام تحدي حقيقي. وهنا يبرز السؤال الجوهري: هل يمكن للآلة حقاً بكل ما تملكه من قوة حسابية مذهلة أن تكون بديلاً عن الحكمة والحدس البشري في اللحظات الحاسمة؟ تكمن المشكلة في أن الذكاء الاصطناعي بالرغم من كل قدراته يجد صعوبة في فهم الفروق الدقيقة والسياقات المعقدة، ولهذا السبب الاعتماد عليه وحده في المواقف الحرجة ليس مجرد مخاطرة، بل قد يكون قراراً خاطئاً تماماً. إذن ما هو الحل؟ الحل يكمن في بناء شراكة ذكية، وهذا هو بالضبط جوهر المفهوم الذي سنتعمق فيه اليوم. هذا الحل يعرف تقنياً بمصطلح Human in the Loop، واختصاراً HITL، ومعناه ببساطة هو الإنسان ضمن الحلقة، لكنها في الحقيقة أكثر من مجرد مصطلح تقني. إنها فلسفة تصميم متكاملة تدمج بذكاء بين قوة الآلة الحاسوبية والحكمة البشرية. طيب، كيف تبدو هذه الشراكة على أرض الواقع؟ العملية تبدأ بطلب من المستخدم، يقوم عميل الذكاء الاصطناعي بمعالجته، لكن وقبل أن تظهر النتيجة النهائية يتم عرضها على مشرف بشري للمراجعة والتدقيق. إنها حلقة تعاونية هدفها ضمان الدقة والسلامة. فالهدف النهائي إذن ليس استبدال البشر، بل بناء نظام إيكو سيستم تعاوني. الفكرة هي خلق علاقة تكاملية حيث يستفيد كل طرف من نقاط قوة الطرف الآخر للوصول إلى نتائج مذهلة لا يمكن تحقيقها بشكل منفرد. لننتقل الآن إلى الجانب العملي. كيف يطبق هذا النمط فعلا في عالمنا اليوم؟ يلعب الإنسان هنا 4 أدوار أساسية. أولاً، الإشراف البشري لمراقبة أداء النظام بشكل عام. ثانياً، التدخل والتصحيح عند ظهور أي خطأ. ثالثاً، تقديم تغذية راجعة تساعد النموذج على التعلم والتحسن مع الوقت. وأخيراً، دعم القرار، حيث يقدم الذكاء الاصطناعي تحليلات، لكن الإنسان هو من يتخذ القرار الأخير. لنأخذ مثالاً واقعياً جداً: الإشراف على المحتوى في المنصات الرقمية. الخوارزميات تقوم بالفرز الأولي لملايين المنشورات، لكن أي محتوى غامض أو يتطلب فهماً دقيقاً للسياق يرسل مباشرة إلى فريق بشري لاتخاذ القرار الصائب. مثال آخر نعرفه جميعاً وهو السيارات ذاتية القيادة. النظام يمكنه التعامل مع الطرق السريعة بسهولة، ولكن في ظروف جوية سيئة أو في موقف مفاجئ يطلب من السائق تولي القيادة فوراً لضمان سلامة الجميع. وفي القطاع المالي، أنظمة الذكاء الاصطناعي ترصد الأنماط المشبوهة في آلاف العمليات كل ثانية، لكن المحلل البشري هو من يقوم بالتحقيق العميق ويتأكد من وجود احتيال فعلي، مستفيداً من خبرته وقدرته على التحليل. وأخيراً، في خدمة العملاء، كلنا مررنا بهذه التجربة. روبوتات الدردشة تجيب على الأسئلة الشائعة بكفاءة، لكن عندما تصبح المشكلة معقدة أو تتطلب تعاطفاً إنسانياً، يتم تحويل المحادثة بسلاسة إلى موظف خدمة عملاء بشري. بالتأكيد، هذا النموذج ليس حلاً سحرياً. هناك تحديات وقيود عملية يجب أن نكون واقعيين بشأنها. التحدي الأكبر هو هذه المقايضة الكلاسيكية. الإشراف البشري يضمن دقة عالية جدا، ولكنه في نفس الوقت يحد من القدرة على التوسع ومعالجة كميات هائلة من البيانات بنفس السرعة. إنها معادلة صعبة بين الجودة والحجم. وهناك نقاط أخرى مهمة يجب الانتباه لها. تطبيق هذا النموذج يتطلب خبراء متخصصين في المجال للتدخل بفعالية، كما أن تدريب المراجعين البشريين أمر مكلف وضروري جدا. وبالطبع تظل هناك تحديات كبيرة تتعلق بخصوصية البيانات الحساسة التي قد يطلع عليها البشر. لنختتم الآن بالنظر إلى كيفية بناء هذا النمط في صميم الأنظمة الذكية، وماذا يعني ذلك لمستقبل التعاون بين الإنسان والآلة. هذا المبدأ ليس مجرد فكرة نظرية، بل هو جزء لا يتجزأ من الشفرة البرمجية نفسها.
نرى هنا أن القدرة على التصعيد إلى مشرف بشري عبر أمر مثل Escalate to Human ليست إضافة ثانوية، بل هي ميزة أساسية في تصميم النظام. الإشراف البشري ليس خطة طوارئ، بل هو جزء من التصميم الأصلي للنظام. وفي النهاية، هذا النمط هو الضمانة التي تجعل التكنولوجيا في خدمة الإنسان وليس العكس. هو الجسر الذي يربط بين القوة الهائلة للذكاء الاصطناعي وبين قيمنا الأخلاقية وبروتوكولات السلامة التي لا يمكن أبداً التنازل عنها. ونختتم بهذا السؤال المفتوح للتفكير: كلما أصبحت أنظمة الذكاء الاصطناعي أكثر ذكاء وقدرة، كيف سيتطور دورنا كبشر ضمن هذه الحلقة التعاونية؟ هل سيصبح دورنا أكثر استراتيجية وأقل تدخلاً في التفاصيل؟ المستقبل وحده سيحمل الإجابة.